السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي المقبلين على اجتياز مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لسنة 2014، يسعدني أن أضع بين أيديكم هذه الدروس المركزة والتي قد تساعدكم على اجتياز المباراة بنجاح. لإشارة، فهي دروس مختصرة جدا، وما عليك سوى مشاهدتها لمرات متعددة في أوقات متباعدة حتى يتسنى لك ضبط معظم المفاهيم التربوية والبيداغوجية التي تنظم العمل داخل المدرسة المغربية. وقد اخترت الدرس الأول حول طرق التدريس المتعارف عليها، والتي حاولت تقديمها بطريقة واضحة ومبسطة مع الشرح، لأن مفهوم طرق التدريس هو الأصعب من بين باقي المفاهيم التي عليك ضبطها قبل اجتياز المباراة والتي وردت في المذكرة التنظيمية للامتحانات. على بركة الله نبدأ درس تعريف ومقارنة طرق التدريس. ما هي طريقة التدريس؟ طريقة التدريس هي الآلية التي يستخدمها المدرس في تنظيم وتنفيذ مجموعة من النشاطات التعليمية التي يقصد بها تحقيق أهداف محددة، وهي الأساس الذي تبنى عليه مهنة التدريس، وعليها يتوقف نجاح المدرس والدرس معا. إذن كما هو واضح في التعريف، فطريقة التدريس هي الخطة التي يعتمد عليها الأستاذ لإيصال المفاهيم إلى التلاميذ، لإيصال الدرس للتلاميذ. ما الذي يجب علينا معرفته الآن؟ الأساسي الذي علينا معرفته هو ماذا؟ هو أن طريقة التدريس ليس الأستاذ من يقوم باختيارها، وإنما هناك توجيهات رسمية هي التي تحدد طريقة التدريس التي سيتم اعتمادها في مجموعة من الدروس أو في المناهج أو في المقررات التي يعمل بها كل أستاذ حسب كل مادة وحسب كل مرحلة دراسية. إذن فطريقة التدريس هي الخطة التي تعتمدها الوزارة والمدرس من أجل إيصال المفاهيم إلى التلاميذ. سنتطرق إلى طرق التدريس التالية واللي هي الأكثر استعمالا عبر العالم. هناك طريقة المحاضرة أو طريقة الإلقاء، ثم طريقة الحوار والمناقشة، ثم الطريقة الاستقرائية الاستنباطية الاستنتاجية، ثم طريقة الاستقصاء، ثم طريقة حل المشكلات. في البداية طريقة المحاضرة أو الإلقاء. طريقة المحاضرة والإلقاء هي طريقة محورها المدرس الذي يقدم المعلومات على مسامع التلاميذ دفعة واحدة. قد تتاح بعضها للتلاميذ فرصة المناقشة وقد لا تتاح، وهي طريقة فيها اقتصاد في الوقت والجهد، إلا أنها لا تصلح للتلاميذ الطلاب والمدارس في الغالب، لأنها تجعل دور الطالب دورا سلبيا في الموقف التعليمي، أي مجرد متلقٍ للمعلومات. هذه الطريقة هي الطريقة المعتمدة في الجامعات، وإنما لا تصلح أبدا للعمل داخل المدارس، مدارس تعليم ابتدائي وتعليم الإعدادي وتعليم ثانوي التأهيلي. مميزات وعيوب هذه الطريقة. من مزايا هذه الطريقة أنها تساعد الأستاذ على توفير الوقت وتوفير الجهد، أنها أيضا تناسب بعض المواد الدراسية كالتاريخ مثلا وبعض المواد الأدبية. مناسب في المواقف التي يكثر فيها عدد الطلاب، كثرة لا يمكن معها المناقشة أو المرور إلى طرق تدريسية أخرى أكثر حداثة. مناسبة للمناهج الطويلة القائمة على كثرة المعلومات والحقائق كما هو الشكل في الجامعات. من عيوب هذه الطريقة أنها طريقة مملة للطلاب، يشعر الطالب والتلميذ بالملل والإجهاد. أيضا انعدام مشاركة التلاميذ، قليلة هي المرات التي قد يقوم فيها التلميذ ما بطرح سؤال أو بفتح قوس للنقاش إلى آخره. غالبا ما يكون التركيز فيها على المعلومات دون الطالب. في هذه الطريقة نركز على حشو التلاميذ بالمعلومات وليس تنمية هذه المعلومات لدى التلاميذ. هذه الطريقة أيضا لا تراعي الفروق بين الطلبة والتلاميذ، لأن التلاميذ أثبتت الدراسات أن لكل تلميذ طريقة
الاستيعاب، طريقة الفهم، طريقة حسب نقاش، حسب كذا. هذه الطريقة تتعامل مع التلاميذ وكأنهم سواسية من حيث الاستيعاب. نمر الآن إلى طريقة أكثر تطورا، وهي الطريقة الحوارية. الطريقة الحوارية أو طريقة النقاش بالأسئلة والأجوبة، تعتمد على طرح الأسئلة وأجوبة لهذه الأسئلة إلى وصول حقيقة من الحقائق. هذه الطريقة تسمى أيضا بالطريقة السقراطية، نسبة لفيلسوف اليونان الذي كان يستعمل هذه الطريقة مع تلاميذه لتعويدهم على البحث وراء الحقيقة حبا فيها. ويعتمد نجاح المعلم في هذه الطريقة على قدرته على صياغة الأسئلة. هذه الطريقة تعتمد على ذكاء المدرس في صياغة الأسئلة وطرح تلك الأسئلة بطريقة متدرجة حتى يساعد التلاميذ على بناء المفاهيم واستدعاء خبراتهم السابقة لبناء خبرات جديدة. مميزات هذه الطريقة أنها صالحة لجميع المواد الدراسية، لأنها مبنية على الأسئلة والأجوبة والنقاش، وبالتالي هي تصلح لجميع المواد الدراسية. تهتم بالطالب لأنها تفتح نقاش مع الطالب، وبالتالي تهتم بالطالب وبمشاركته الفاعلة كذلك. بما أنها تهتم بالطالب فإن الطلاب يشعرون فيها بالحماس والمتعة والبحث وإلى آخره. أيضا تراعي الفروق بين التلاميذ، وبالتالي فقد يبدو أن هذه الطريقة هي طريقة مثالية للتدريس، وإنما من عيوب هذه، ولكن لها عيوب كثيرة، من بينها أنها تحتاج إلى وقت طويل جدا في بناء الدرس والجهد أيضا من طرف الأستاذ. أيضا تحتاج إلى مهارات خاصة لدى المدرس في صياغة وطرح الأسئلة حسب مستوى كل تلميذ أو كل مجموعة من التلاميذ. أيضا هذه الطريقة لا تناسب الأستاذ عندما تصبح المناهج شيئا ما طويلة، تكون عملا مساعدا في اختلال ضبط الصف، لأن طرح الأسئلة وفتح نقاش إلى آخره قد يصنع ضجيج واختلال واضطراب داخل السير العادي للحصة الدراسية. نمر الآن إلى طريقة أخرى أكثر تطورا من الطريقة السابقة، وهي الطريقة الاستقرائية، طريقة الاستنباط والاستنتاج. تقوم هذه الطريقة على عرض الأمثلة وليس طرح الأسئلة، على عرض الأمثلة ثم مناقشتها مع الطلاب والبحث عن أوجه الاختلاف والشبه فيما بينها حتى يتم التوصل إلى قاعدة عامة، حيث تستند هذه الطريقة على 3 خطوات أساسية: إعداد الأمثلة وتدوينها على السبورة، استخدام وسيلة تعليمية مناسبة، مناقشة الطلاب في الأمثلة وموازنتها، صياغة قاعدة نهائية. من الوهلة الأولى قد يبدو أن هذه الطريقة تشبه الطريقة الحوارية، وإنما هناك فرق كبير جدا، حيث أن الطريقة الأولى تعتمد على طرح أسئلة ومناقشة الآخر، في حين أن هذه الطريقة تعتمد على عرض مجموعة من الأمثلة الموجودة إلى آخره. وبالتالي نمر إلى مناقشة هذه الأمثلة مع الطلاب والبحث عن أوجه الاختلاف والشبه. يعني الآن هناك دراسة، هناك استقراء لوضعيات مختلفة. الهدف هو استنباط استنتاجات، استنباط مفاهيم، يعني نستخرج بعض الأشياء من أمثلة موجودة وليس من إجابات قد نقوم بها. وبالتالي فإن الأستاذ عليه أن يعتمد على أمثلة ويدونها على السبورة، ويستخدم وسائل قد تساعد التلاميذ في التعرف ومعرفة تلك الأمثلة التي يطرحها، ومناقشة الطلاب في الأمثلة وموازنتها، ثم بعد ذلك صياغة قاعدة نهائية تعمم على جميع الأمثلة المشابهة. هذه الطريقة تتميز بمزايا عديدة جدا، حيث أثبتت التجارب أن القاعدة التي يتوصل إليها التلاميذ بأنفسهم تساعدهم على تنمية قدراتهم في التفكير. كذلك المواد المكتسبة عن طريق الاستقراء أسهل في الفهم والحفظ من المواد الجاهزة. يستطيع الطلاب استرجاع أي قاعدة إذا نسيها عن طريق استرجاع الخطوات التعرف عليها. تساعد هذه الطريقة على الثقة بالنفس والاعتماد عليها. تساعد على إثارة دافعية التعلم لدى الطلاب. تعمل هذه الطريقة على جذب انتباه الطلاب والتغلب على ظاهرة الشذوذ الذهني. عندما نرى كل هذه المزايا نعتقد بأن هذه الطريقة قد تعتبر الطريقة المثالية في التدريس، إلا أن هذه الطريقة تتميز بعيوب كثيرة، من بينها أنها لا تصلح لتدريس المواد التي لا تحتوي على قواعد أو قوانين عامة، مثلا مادة التاريخ وبعض المواد الأدبية لا نستطيع تدريسها بهذه الطريقة، لا نستطيع وضع أمثلة ومقارنة أمثلة وصياغة قوانين، لأن هذه المواد أصلا لا تتوفر على قواعد وقوانين. أيضا هذه الطريقة من عيوبها أنها تحتاج إلى وقت طويل في كل حصة،
في حين أن الأستاذ محاصر بشيء بالزمن المدرسي بحصة مدتها من إلى. وبالتالي فإن عامل الوقت عامل مهم جدا في هذه الطريقة. لا تصلح للطلاب الصغار لأنها طريقة منطقية تعتمد على التفكير والاستدلال. لا تصلح للطلاب الصغار لأن الطلاب الصغار لم يطوروا بعد طريقتهم المنطقية في التفكير وبناء والاستدلاء إلى آخره. لا تصلح هذه الطريقة لمراحل متقدمة من السلك الابتدائي. نمر الآن إلى طريقة أكثر تطورا وهي طريقة حل المشكلات. هي الطريقة التي تتبع عندما تواجه الإنسان مشكلة ما ويرسم خطة لحلها، والمشكلة عبارة عن موقف محير يريد حلا. هذه حل مشكلة هو طريقة ننهجها حياتيا يوميا في جميع ما يصادفنا في حياتنا اليومية. ما يميز هذه الطريقة هي أنها حاولت ربط ما هو معاش بالمدرسة المغربية حتى لا تبقى المدرسة بعيدة عن الواقع الذي يعيشه التلميذ. هذه المرحلة بما أنها هي المرحلة التي هي الطريقة التي يتم الآن العمل بها داخل المؤسسات التعليمية المغربية، سنتطرق إلى مراحل بنائها ولا نتطرق إلى العيوب والميزات كما تطرقنا في السابق. حيث المهم جدا في هذه الطريقة هو التعرف عليها، لأن الأسئلة قد تطرح حول عمق هذه الطريقة. إذا مراحل هذه الطريقة: في البداية يقوم الأستاذ بطرح إشكالية على السبورة للتلاميذ أو في الكتاب المدرسي. قد يقرأ التلاميذ الإشكالية ولا يشعرون بأن هناك مشكلة. الآن هنا المرحلة الأولى هي مرحلة الشعور بالمشكلة، إذ على المدرس أن يساعد التلاميذ على الشعور بأن هناك مشكلة ما عليهم تحديدها. الذي عليه أن يحدد المشكلة هو التلاميذ بتوجيه ومساعدة من المدرس. إذن هناك إشكالية مكتوبة على السبورة أو في الكتاب المدرسي، يعمل المدرس على توجيه التلاميذ نحو الشعور بأن هناك مشكلة ما ويعينهم على تحديد تلك المشكلة. وعندما يتم تحديد المشكلة داخل القسم بشكل جماعي، يعمل التلاميذ على جمع جميع المعلومات المتصلة بالمشكلة من حياتهم اليومية. بعد ذلك يمر التلاميذ إلى وضع الفرضيات واختيار أكثرها احتمالا. الفرضيات هي الحلول، يضعون فرضيات كحلول لهذه المشكلة. ويبدأ الآن نقاش داخل القسم بوضع فرضيات وترتيب تلك الفرضيات حسب أهميتها وأكثريات احتمالها. بعد ذلك، بعد الاتفاق على الفرضيات واختيار أكثرها احتمالا، يمر التلاميذ إلى اختبار صحة الفرضيات. نختار 4 فرضيات الأولى أو 5 فرضيات الأكثر احتمالا، ونقوم بتجريب كل تلك الفرضيات سواء عبر المجموعات أو مثلا كل تلميذ يجرب فرضية أو فرضيتين أو على حسب الدرس، على حسب المادة، على حسب المستوى كل تلميذ. بعد اختبار صحة الفرضيات نتوصل إلى الفرضية الصحيحة. يجمع القسم أو يجمع التلاميذ على الفرضية الحقيقية أو الحل الحقيقي للمشكلة، وبالتالي سيتوصل الجميع إلى الحل الحقيقي وإلى الفرضية الصحيحة، وبالتالي سيتوصل الجميع بمساعدة الأستاذ إلى حل المشكلة. هنا الأستاذ يلعب دور مساعد وليس ملقي للمعرفة إلى آخره، وإنما المعرفة يتوصل إليها التلاميذ بشكل جماعي مع الأستاذ. وبالتالي عند الوصول إلى حل المشكلة سيعمل الأستاذ مع التلاميذ على تعميم نتائج هذه الحل على جميع الإشكاليات المشابهة التي قد تكون في الحياة اليومية أو في الدرس أو في المواد الأخرى التي يدرسها بتوازي. إخواني أخواتي، درسنا الأول انتهى. أنصحكم بالاشتراك في القناة ليصلكم جديد الدروس المقبلة. لا تترددوا في طرح الأسئلة عبر التعليقات وسأعمل على الإجابة عليها. لا تنسوا أن تقوموا بنشر الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي حتى تعم الفائدة على الجميع. وشكرا جزيلا والله الموفق.